لو فاكر إن التاريخ بيكتبوا المنتصرين بس، فخليني أقولك إن كمان بيكتبوا الطباخين. الطبيخ والتاريخ بينهم علاقة استثنائية. مقادير أكلات الشعوب هي جزء من أقدارهم ومصايرهم. لما دخلوا سجن صدنايا في سوريا لقوا أقفاص ريحتها سيئة جدا، فيها خضار متعفن وبالتحديد ملفوف وقرنبيط. والملفوف هو كرنب. طب اشمعنى بيأكلوا المساجين ملفوف؟ مش بس في صدنايا، الكرنب من الأطعمة المنتشرة في سجون كتير، لدرجة ان في 2021 نزلاء احد السجون الخطيرة في السويد وهو سجن تيداهولمسانستالتن عملوا اضراب عن الطعام اعتراضا على الكرنب، وطلبوا استبداله بالكباب والفراخ. وبالفعل إدارة السجن استجابت لمطالبهم. لكن نرجع للسؤال، ليه بيأكلوا المساجين كرنب؟ بحسب موقع وزارة الزراعة الأمريكية، الكرنب من الخضروات اللي ممكن تتخزن وتتاكل حتى بعد ظهور العفن فيها أو تخمر بعض أجزائها من غير ما تسبب تسمم فوري يؤدي للوفاة. لكن استمرار أكل الكرنب المتعفن أو المتخمر لمدة طويلة ليه أضرار صحية على الجسم، وأحيانا بتكون أضرار عقلية بسبب تغيرات ممكن تحصل في المخ والجهاز العصبي، زي عدم التركيز، العدوانية، وخلل في الذاكرة. تأثير الأكل الفاسد ده لما تحطه جنب صعقة بالكهرباء، الحرق، ضرب المبرح، الاحتجاز لمدة شهور ويمكن سنوات في حبس انفرادي ما تعرفش فيه ليل من نهار، مع التعذيب، الضغط النفسي، الاغتصاب، تقدر تفسر ليه في أعداد كبيرة جدا خارجين من سجون سوريا عندهم فقدان في الذاكرة وخلل في الإدراك. في شهادات من السجون السورية رصدتها منظمة العفو الدولية حتى قبل سقوط نظام الأسد، معتقلين سابقين قالوا ان ادارة السجن اعتمدت لمدة طويلة تقديم الكوسة كطعام للمساجين، والكوسة زيها زي الكرنب بتسبب اسهال خاصة لو كلتها بشكل متكرر، وكانوا بيسيبوهم من غير ولا بق مية ايام وايام لغاية ما جسمهم يفقد كل السوائل ويموتوا من الجفاف. هنا هنلاقي ان الاكل نفسه جوه السجن بقى وسيلة للتعذيب. خد بالك انا بتكلم عن تقديم الاكل مش الحرمان من الاكل، يعني دخول الاكل ضمن المنظومة العقابية. وده اللي اتكلم عنه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه المراقبة والمعاقبة ولادة السجن، اللي شرح فيه تطور منظومة السجون في العالم وازاي الاكل بقى جزء من المنظومة دي، ومش الحرمان من الاكل، لا، ازاي تقديم الاكل نفسه بقى عقاب. بيقول ميشيل فوكو في كتابه ان سنة 1832 بدأ يظهر نظام السجن اللي بيتحكم في جسد المسجون، بيحدد له اكله، ساعات نومه، صحيانه، فبقت وظائفه الحيوية نفسها جزء من المنظومة العقابية دي. وده ما كانش حاصل قبل كده، لأن في العصور القديمة السجن ده كان مجرد مكان السلطة بتحتجز فيه الشخص المجرم من وجهة نظرها إلى حين تطبيق عقوبة علنية عليه في الساحات العامة وسط الناس كلها. وده اللي كان بيحقق وقتها من وجهة نظر الحكام العظة أو الردع الاجتماعي بمفهوم دلوقتي، يعني الناس تخاف تعمل زي الراجل ده أحسن تتعرض للعقوبة دي، واللي هي غالبا كانت بتنزل من سلطات ذات طابع ديني فما حدش يقدر يعترض عليها مهما كانت بشاعتها، حتى لو هيحرقوه صاحي او هيقطعوه حتت قبل ما يعدموه. ومع تطور منظومة العدالة في العالم ظهرت فكرة السجون في القرن ال19 كمؤسسات إصلاحية بتعيد تدوير البشر وتخرج منهم نسخة أحسن بعد فترة العقوبة. وده بيتطلب إبعاد المساجين شوية عن المجتمع وإخضاعهم لنظام حياة مختلف في كل حاجة، لكنه في الآخر لمصلحة الجميع. ده اللي كان أصحاب الفكرة دي بيحاولوا يعملوه، لكن للأسف بعض نظم الحكم استغلت فكرة العزلة اللي بيكون فيها المساجين لتحقيق هدف تاني خالص غير الإصلاح وإعادة الدمج، إنما هو الإقصاء والقمع وتقسيم البشر لمجموعات، مجموعة تستحق الحياة ومجموعة لا، مجموعة تاكل أكل سليم نظيف صحي ومجموعة تاكل فضلاتهم من الأكل الفاسد، مجموعة من حقها تنام مجموعة تانية لا، وهكذا. ورجعت الحكومات تاني لتطبيق عقوبات ما قبل القرن ال19 الوحشية من تقطيع وحرق وتعذيب وجلد، لكن المرة دي بقى مش في الساحات العامة، في أقبية السجون السرية تحت الأرض زي ما شفنا في السجون اللي تم اكتشافها في سوريا. يعني الإنسان ما اتطورش، بالعكس ده رجع يمارس نفس العقوبات الوحشية اللي كانت في العصور البائدة، لكن المرة دي بطرق سرية بتخلي السجان والجلاد يعملوا اللي هم عايزينه بدون أي محاسبة. وبكده بعض الحكومات المعاصرة ما خدوش من منظومة السجن الحديث أي وسائل إصلاحية، هم بس استفادوا من السرية والعزلة، خلق نظام عقابي جديد فيه الوحش من هنا على الأوحش من هناك. بس النظم الدكتاتورية عندها نهم دائم لتوسيع دائرة السلطة، فلاحظوا ان هم بالطريقه دي فقدوا حاجه مهمه اللي هي الردع الاجتماعي، بس من وجهه نظرهم التخويف والترويع.
عشان كده لجأت بعض الحكومات هم يفرجوا كل فترة كده عن شوية مساجين ما بقاش منهم أي خوف عن النظام الحاكم، لأن السجون من وجهة نظرهم ما هي إلا أماكن لحماية النظام الحاكم مش لتصليح المجتمع وتطويره. ولما المعتقلين السابقين يخرجوا والناس تشوف عليهم آثار التعذيب والتجويع، يتحقق هنا عنصر الترويع. ضربنا المربوط فخاف السايب. وهنا كمان بيتحقق عنصر امتداد آثار العقوبة على المحيطين بالمسجون وعلى المسجون نفسه حتى بعد ما يخرج. من آثار العقوبات الممتدة حتى بعد الإفراج والتحرر هي آثار عقوبة التجويع. وزي ما تقديم أنواع معينة من الأكل بتسبب خلل جسدي عند السجين كان وسيلة عقاب، كمان الحرمان من الأكل مدة طويلة نظام تعذيب تاني ممكن آثاره تمتد حتى بعد التحرر من السجن. الآثار دي من ضمنها إصابة اللي خارجين من السجن بمتلازمة إعادة التغذية. منظمات دولية حذرت من خطر متلازمة إعادة التغذية بعد تحرير الآلاف من سجون سوريا. إيه المتلازمة دي؟ وإزاي خطرها ممكن يمتد إلى وفاة المصاب نفسه رغم إن هو بقى عايش في ظروف أحسن بكتير؟ متلازمة إعادة التغذية أو الريفيدنج سيندروم هي حالة بتصيب الشخص اللي بيبدأ ياكل بعد حرمانه فترة طويلة من الأكل. هنا بيحاول الجسم يعمل استقلاب للأكل، يعني تفكيك الأكل اللي داخله، لكن أوقات كتير بيعجز الجسم اللي اتحرم من التغذية لوقت طويل إنه يعمل ده بشكل طبيعي. وهنا بيحصل خلل في مستوى الإلكتروليتات، والإلكتروليتات دي عبارة عن أملاح ومعادن ليها شحنة كهربية، والخلل فيها ممكن يأثر بشكل كبير على القلب والرئتين والدماغ. ومن مضاعفات متلازمة إعادة التغذية صعوبة التنفس، التشنجات، الغيبوبة، واعتلال عضلة القلب. ومن الضروري خضوع أي شخص تعرض للاحتجاز وتحرم من الطعام لمدة طويلة داخل السجون إنه يخضع بعد تحريره لنظام تغذية دقيق تحت إشراف طبي تجنبا لإصابته بالأعراض دي. وده طبعا اللي ما تحققش بسبب حالة الخروج العشوائي اللي حصلت في تحرير السجناء في سوريا أو تحرير عدد كبير منهم، لأن من المفترض إن لغاية اللحظة دي في عائلات بتدور على أولادها اللي كانوا محتجزين من سنوات طويلة وما يعرفوش مصيرهم وإن كانوا أحياء ولا أموات.